في دكتور معروف لدينا نحن كقضاء هنا شغالين في العاصمة اللي هو عبد المنطلب محمد ياسين. أصدرت أنا الاسم كده بالاسم عديل كده على أساس أنه يعرض على الطبيب الشرعي عبد المنطلب محمد ياسين على أساس أنه يديني تقارير عن المسألة، وأنه أفاد غدا على أساس أنه بالنتيجة ليه؟ لأنه التقارير الصادرة من السلاح الطبي ده أنا ما بعتبرها تقارير طبية كافية إلى أنه أنا أصدر أمري بالدفع، وبالتالي بكرة الساعة 7 صباحا وفات. وديت الضابط الموجود ده قلت له بكرة الساعة 7 صباحا أنا بكون في 7:30 بكون تديني تجيب لي يومية التحري. يعني فعلا جيت الصباح زي الساعة 7:30 جابوا لي يومية التحري، فوجئت بأن يومية التحري كانت مسهلة. يعني التقرير الكاتبه الطبيب الشرعي كان مسهل خالص، يعني أنه الضرب بآلات صلبة في الرأس أدت لنزيف داخلي وحروق بالسجاير في أجزاء من الجسم ومسائل زي. فطوالي بدون ما يتلفت 2 أو 3 كتبت. جيت أول حاجة قلت أنه التقارير الصادرة دي هي مسألة بتاع التضليل للعدالة صدرت من السلاح الطبي، وأنه الأطباء الأصدروا المسائل دي يفتحوا لهم بلاغات ليه؟ لأنه ده تضليل للعدالة. ثاني حاجة أمرت طوالي بأن يفتح البلاغ تحت المادة 251، وأنه قلت لهم حتى إذا كان يعتقلوا لي الناس اللي هو كان في حراسة طوال الفترة اللي كان مسجون فيها على أساس أنه يعرفوا ليه نعرف منو اللي كان سبب في المسألة دي. وأديت أمر بأنه المنشور 19 اللي هو كان دائما الناس القضاء العسكري بيجي يقول لك أنه المنشور 19 بيحمينا أن إحنا ليه؟ لأنه القتل أثناء أداء واجب بيقول لك أنه ده ما هنا. قلت له المنشور 19 لا يحمي الناس اللي كان في حراستهم بحكم أنه الزول ده كان زول أعزل من السلاح وما كان في حاجة، فما بتطبق المنشور. كنت كل التوجيهات دي طبعا اديتها في يومية التحري، وبقى بعد كده يجب أنه تتنفذ الأوامر دي قبضوا الناس ديل. وأديت خطاب للكومندان بتاع اللي هي الكومندانية بتاعت أم درمان بأنه ينفذوا الأمر ده، وفعلا بدت بعد كده التسويف. فوجئت في نفس التاريخ أو في نفس ثاني يوم مباشرة أنه النائب العام، وكان الزمن ذاك النائب العام واحد اسمه البيلي، قام جاب طلب قال أنه عايز يمارس سلطته في فحص الإجراءات بحكم أنه الإجراءات دي تمت أثناء التحري، وقام سحب الورق وداه للنائب العام، مشى فحص الإجراءات فلقى الإجراءات كلها ماشية بالطريقة اللي حددها القانون، وقام رجع يومية التحري وقال انه انا ما عنده سبب لانه يتدخل لانه الاجراءات ماشيه بالطريقه القانونيه. واستمرت بعد كده على اساس انه يتنفذ الامر ده. ما كانت في ايادي خفيه في المساله دي، وبتشعر بانه ناس الشرطه ذاته يعني ما دايرين ينفذوها ليه؟ لانه يبدو انه في جهات ثانيه داخله في المساله دي ما دايرين ينفذوا المساله. فوجئت ثاني برضه بعد كم يوم انه سحبوا البلاغ ده بواسطه رئيس القضاء وشالوا البلاغ ده من التاريخ ذاك. البلاغ ده مشى تاني ما جاء اصلا من الوقت ذاك، شالوه من الجنوبي وما جاء. بعد مده من الزمن في المساله دي انا طبعا في نفس اليوم ذاك كان جوني محامين اللي هم على ما اذكر فوقهم واحد اسمه عبد الله الامام على ما اذكر، وكان طلبوا انه دارين يطلعوا على يومية التحري بحكم انهم هم ممثلين للاتهام، وطبعا حسب القانون الزول ممثل للاتهام له والحق في انه يطلع على يومية التحري. اديتهم الاذن فجاء فتشوا البلاغ قالوا والله البلاغ ده قالوا شالوه ناس الامن، فاديتهم امر بان يمشي ناس الامن يطلعوا على البلاغ ده. لما مشوا هناك قالوا جوني في فتره لاحقه قال لي والله مشينا نطلع، قاموا قالوا لنا ثاني ما تسهروا هنا اصلا في المساله دي، واظنهم حددوهم بانه ثاني ما جوني. والبلاغ طبعا الشال ومشى لرئيس القضاء. اظنه يبدو على ما يبدو انه خدته عنده كان الزمن ذاك طبعا جلال على لطفي. انا فوجئت طبعا بعد فتره من الزمن انه جاني مواطن بمذكره من رئيس القضاء بيقول لي بانه هو
ده عايز يفتح بلاغ، كاتب لي في المذكره انه يفتحوا للزول ده بلاغ تحت الماده. الزمن ده كان اظن 380 اللي هي ماده بتاع التعدي. فقال لي تفتح له بلاغ وتخلي له الزول، تخلي الزول ده من البيت. ف قلت له امشي اعمل عريضه برا، رغم انه جاب المذكره لكن يجب ان اكون انا اتبع الاجراء اللي بيتبعه مع اي مواطن بحكم انه الناس سواسيه. اعمل عريضه برا وتعال. جاب العريضه وجابها، خدت يده في اليمين، حلفت اليمين